مجدي قفشه. الاهلي افضل اداء منذ وصول التغييرات والركنيه. الجمال بما حمل النادي الاهلي، اما التعديل او الخساره بهذا ما يلزم. التعديل يساوي اللقب. الوداد صامت، لكن هل الهدف الواحد كافي لتأمين اللقب للوداد؟ احسن وسيله للدفاع هي الهجوم. علي معلول يوسع، جول، جول اهلاوي. علي معلول ملك الحلول، علي معلول للراسيه الذهبيه. محمد عبد المنعم، يا سيدي امرك، يا الاهلي امرك يا سيدي. هذا هو اهلي، اكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير افريقيا، بابا القارة، سلطان اللعبة، ريال مدريد افريقيا. يتغير الزمان والاهلي هو في نفس المقام والفخامة والمكان. سلطان يا ناس، سلطان. محمد عبد المنعم جاء من بعيد. عبد المنعم كالعادة يفعل ما يريد براسية من حديد. الاهلي قناص الالقاب من خارج الديار، فعلها في تونس ويفعلها في المغرب، فلا تستغرب. محمود الخطيب، شعبية امجاد، القاب نجوم كروية. الاهلي بسيمفونية كروية. سعيد نصيري اكيد منهار في هذا المشوار. كل لاعبي الاهلي يطالبون الحكم بإنهاء المباراة. هذه اخر كرة، والشناوي يتسلطن ويتزعم. الاهلي تقريبا بطل افريقيا للمرة 11 من قلب كازابلانكا بقيادة هذا الربان الكبير مارسيل كولر. تنطلق الافراح في كامل جمهورية مصر العربية، وهذا هو الحكم مملك كيسيما يؤشر على تتويج النادي الاهلي باللقب 11 على حساب الوداد البيضاوي المغربي. نقول مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، للنادي الاهلي، وحظ اوفر لفريق الوداد وجماهير وداد الامه. هذه هي كرة القدم، تبكي شعوب وتسعد شعوب.
29 لقب في خزينة عالمية للنادي الأهلي، 29 لقب خارجي، 92 لقب مصري. نادي الأهلي المصري. إذا الكل في انتظار رفع الكأس الأهلي، متعودة عليها، متعودة دائما متعودة، وهذا هو في قلب كازابلانكا. الأهلي المصري يتوج باللقب ال11 في 2023. افرح أنت مصري ونص، مثل ما قال عصام عبدو. سيد عبد الحفيظ أمامنا.